تجوعه. اجوعه. فانا اللي هو ايه؟ تجوعه؟ انت بتشرس كلب. بيلدينج على ده ان من ضمن التحديات اللي بتقابل اي حد بيشتغل في البيع عموما ان في تهمه كده ان المبيعات من الوظائف اللي التيرن اوفر فيها عالي. هل ده حقيقي ولا دي طبعا اكذوبه وليه يعني في اسوأ باختصار؟ ريت التيرن اوفر هتلاقيها في موظفين المبيعات. ليه؟ هل بسبب ان في ناس كتير بتخش مش كواليفايد للشغلانه ولا في اسباب تانية؟ اسباب كتير. انت اول حاجه خلينا نتفق ان هي من اكتر الشغلانات البريشرنج جدا في الشغل كله. امم. انت راجل اكبر مني في السن، بس اللي يشوف منظري كتر فاهم. خيرك. اي حد فاهم. كتر خيرك يا ابني. دقني بيضت وشعري وقع يعني. شغلانه ضغط جدا. مم. تمام. ناس كتيره جدا بالذات في المرحله الفريش ان هم لسه متخرجين يخش تارجت. يا نهار اسود، ايه ده؟ في ايه؟ زعيق طول اليوم، قله قيمه، لو بيعمل مكالمات يتقفل في وشه السكه. قصص كتير جدا، ناس كتيره ما بتستحملش الموضوع ده بيمشوا. مم. بس المشكله الاكبر ان التيرن اوفر مش في الجديد. مم. التيرن كمان في اوفر في القديم. في القديم. انت في ناس بتيجي at some point تقول لك لا انا مش مكمل، مم. ومش بيسيبوا الكارير. هو يعني بيروح هو يشتغل مبيعات في حته في تانية. شركه تانية اه. ده بقى المهم، ده اللي انت تحسب عليه. مم. ليه؟ ان هو الراجل ده يعني ما عندوش مشكله في البيع. هو مم. عن شعري يقع عادي، اتشتم على التليفون ما عنديش فيها مشكله. الكلام ده خلاص قفلنا الكلام ده كله، فانا هروح اتشتم في حته تانية بس في شركه تانية ما تشتمش عندك. مم. ف وهنا دي بقى نرجع ان هو في سببين. في سبب برضو على البياع، ان في ناس في شغلانه الفلوس فيها محرك اساسي، ان هو جزء كبير جدا من الموتيفيشن، ان هو هي اكتر شغلانه ستريسفul بس هي اكتر شغلانه فيها ريوردنج. فلوس صح. يعني انت عندك شباب ممكن يبقى لسه متخرج وعامل كوميشن اكتر من سي او في شركه تانية استابلش بقى لها 10 سنين. مم. تمام. فهي اتس فيري ريوردنج، فالفلوس عنصر مهم قوي فيه. بس لو حد شاف فرصه مرتب احسن فمشي. مم. ده بيحصل كتير جدا. من اكتر الحاجات اللي بيحصل فيها هيد هانتنج ان هو يعني انت بتلاقي في شركه مثلا طلعت بتاعت اي ار بي سيستمز، مم. عايزين نجيب بياعين، احنا هنروح نجيب بياعين من الشركه اللي كانت شغاله هناك. مم. فاوفرز كتير، ده مشكله. والمشكله التانيه بقى محدش بيتكلم عنها خالص. يعني بص انا حبيت اقول علينا الاول كبياعين، يعني وانا نقيب البياعين النهارده فانا جبت اللي عندنا كله. لا، في طبعا كوارث بتحصل من ادارات الشركات. زي ايه مثلا؟ اول حاجه environment زي الزفت. مم. يعني خلينا نقول انه دلوقتي اكتر من اي وقت تاني، لا موضوع الانفايرمنت ده بقى يفرق جدا مع الناس. مم. البنفيتس، مم. نظرة الشركات للبياع او للرول او للمهنة في بعض الاوقات بيبقى فيها تدني. يعني انا في واحد مش هنساه، جه في مرة بنتكلم على، كنت بعمله كونسلتيشن، فبصيت على المرتبات فلقيتها ارقام بيزك سالري قليله جدا. قلت له الرقم ده محدش هيرضى بيه. عمرك ما تعين كاليبرز كويسين. حتى لو عينت كاليبرز كويسين هيبقوا دايما بيبصوا ان هم يمشي، يقول لك لا اصل البيع ده انت لازم تجوعه. مم. تجوعه. اجوعه. فانا اللي هو ايه؟ تجوعه؟ انت بتشرس كلب. يعني انا مش فاهم. يقول لك لا اصل هو لو شبع من البيزك سالري هو مش مش هيشتغل هيبيع. عشان الكوميشن. اوكي. فرضيه غريبه جدا. مم. طب ما انت لو بعت كويس الشهر ده هتقفل الشهر الجاي. مم. لما انت لك لا البياعين حاجه تانية. ليه يعني احنا إيه؟ فاللي هو يعني لا البياع لازم تجوعه. لا البياع مفيش حد ده لا ينطبق على غير على بني ادم. انت كده فعلا بتتكلم على الكلب حراسه. يعني هو انت لا جوعه علشان لما مش عارف ايه. لا القصص دي مشكله كبيره جدا. انك بتبخس بحقهم جدا حقوقهم الاساسيه، علشان يفضل دايما هو مش هيعرف يعيش، مش هيعرف يسرفايف الا لما يبيع لك كتير قوي، فهو ساعتها ياخد كوميشن ويعيش كويس. مم. دي طبعا كارثه. مم. كارثه تانية من الحاجات اللي بتحصل ان هو انه الناس بتشوف ان البيع ده سوبرمان. مم. تمام. انه انت دلوقتي كراجل فاوندر انت شايف انك بتقفل بمنتهى السلاسه، فهتجيب واحد عايزه يقفل زيك. مم.
وانت ده بتقفل لاصحابك وهو هيقفل الناس ما يعرفهمش ولا انت تعرفهم، فمتوقع يجيب نفس الاداء. انت جايب من الاخر يعني. مم. معظم الفاوندرز بيفتحوا جايين من تكنيكال باك جراوند، هيبيعوا للناس اللي يعرفوهم. بعد كده لما خلص النتورك بتاعته جايب بقى بياع غالبا هو يعني حد فريش جراديويت، او جاب حد قديم وقال لك لا ده انت قديم، فهو طبعا مديله سالري اعلى من العادي. تمام. فهو بقى خلاص هو عايز يشتري الدنيا والاخره بال مم. 15 20 الف جنيه اللي هو ادهم له، مم. وانت بقى تعمل كل حاجه. مم. فمن الكوارث اللي بتحصل انك تيجي تقول لي مثلا انا دلوقتي اجي اعمل لك جاي اشتغل عندك، بس فاجي اقول لك حضرتك بتبيع لمين؟ انا البرودكت بتاعي بيبيع لاي حد. انت المأساة اللي مثلا هو عندك احنا شركه تسويق، one والله size fits all. شركات مصر كلها محتاجه تسويق. صح. طب ما هو هي شركات مصر كلها محتاجه تسويق، انت بتبيع انت لمين؟ بتبيع لمين فيهم بقى؟ ده اللي سؤال ما حدش بيعرف يجاوب عليه كتير. ما حدش بيجاوب عليه صح. اصلا. هو مم. بيقول لك لا اصل انا مش عايز احددك. يعني ده دايما بتيجي كده ان هو بيحاول يساعدك. انت مم. بتقول لي لا انا مش عايز، انا اشوف القسم القطاع اللي انت عايز تشتغل فيه واشتغل فيه. مم. عايز تبيع لصيدليات بيع لصيدليات، عايز تبيع لمطاعم بيع لمطاعم، عايز تبيع لايا كان بيع للي انت عايزه. مم. فانت شايف ان الاصح ان البيزنس هو اللي يحدد نيش معين للبياع يبيع فيه، سواء بقى لا انت للشخص اللي جوه الشركه او لازم بره. لازم انت كبزنس، دورك انت كانتربرينور او كبزنس اونر ان انت يبقى عندك حاجه اسمها جو تو ماركت استراتيجي. انت اوكي. عامل استراتيجيه لشركتك. مم. يعني انت جاي بتبيع ايه، لمين، ازاي. الحاجات دي المفروض انت تبقى عارفها، وتبقى عارف ايه البروفيتبل من ايه اللي مش بروفيتبل. يعني على سبيل المثال ما تبقاش مثلا في وقت الكورونا راح تستهدف شركات السياحه. مم. هو شركات السياحه واقعه دلوقتي مش عارف لاقيه انت اللي نجدها. الافيه بتاع فيلم بتاع باش يوسف وهبي، بطاطين في الكونغو. بطاطين في الكونغو اه. وتكييفات في القطب الشمالي. يعني مم. ما في حاجات كده انت لازم انت تبقى عارفها، لانه انا ممكن انا ابقى افهم الكلام ده منك اروح ابيعه كويس جدا، مم. بس انا في الاول وفي الاخر انا راجل بفهم بيع. انا اعرف لما اقعد بس ما اتكلم اعرفش مع عبد الحميد البرودكت اعرف اتكلم بتاعك. معاه. صح. بس ما هو انا مش فاهم كل حاجه. طب تعالى نفترض حاجه تانية. تعالى نفترض ان انا جاي من نفس الدومين. مم. انت راجل بتبيع اي ار بي وانا ببيع اي ار بي. طب ما انا ما اعرفش اليونيك سيلينج بروبوزيشن بتاعتك ايه. دي تفصيله بقى زياده او خطوه زياده. فانا مره واحد جيت اساله، فاللي هو سؤالين. قلت له طب انت يعني ايه اللي بيميزك عن الشركات التانية؟ قال احنا بنقدم اي ار بي سيستمز كويسه. ما كويسه دي كلام جميل، بس انا لما اروح عميل يسالني يقول لي ايه اللي بيميزك عن شركه تانية، اقول له ايه؟ يقول لي وانا جايبك ليه؟ ما انا جايبك عشان ترد. يا سيدي ما هو انا هرد اقول له ايه ارد. طيب؟ ايوه ما انا عايز ارد. ما هو مم. انا هرد دي. انا مش كاتب، مش مؤلف. انا مم. بتكلم بفاكتس. مم. تمام. فلا انت بياع، انت المفروض تتصرف. لا مش المفروض تتصرف. حاجه تانية، جيت بتكلم مع حد فقال لي احنا بنستهدف الديفلوبرز، شركات التطوير العقاري. مم. تمام. اللي بيعملوا كومباوندز عدد يونت اقل حاجه 100 يونت. قلت له كلام جميل جدا، هل انت عندك طريق لقاعده بيانات اقدر اجيب منه بيانات المطورين العقاريين دي؟ مم. قال لي امال انا جايبك ليه؟ يعني هبيع، انا هشوف، انا بسالك سؤال، انت عندك سكه نجيب بيها قاعده البيانات دي؟ قال لي هي عندي اصلا قاعده البيانات دي. قلت له طب اديها لي. قال لا مش اديها لك، انت اللي تجيب قاعده البيانات بتاعتك. اوكي. فالنظره بتاعت اللي هو انت سحر. مم. طب ما هو انا دلوقتي احنا الاثنين شغالين مع بعض. انا جاي يعني احنا جاي جايين بهدف. اساعدك. انت عايز تبيع صح، وانا جاي عايز ابيع، لان انا مكسبي مش هيجي في اي حاجه غير ان انا ابيع. ده في الاغلب مجوعني اصلا. فانا عايز ابيع. فعارف انت بتحس كده ان هو انت عايز تحط بقى في سيرك، مم. اللي هو انت هتخش يعني اتصرف انت في كل حاجه. فده اللي يرجعنا للنقطه احنا كنا بنتكلم فيها في الاول خالص، انه الاوبريشن بتاعه البيع مش شخص، لا هو فريق كامل كل واحد له دور. فيا اما انت تبقى مخلص الحاجات دي وهتديها لحد اللي هو الدايركت سيلز بيرسون اللي في الاخر خالص، ده اكسكيوتور. ده دوره ان هو يجي الشغل يتعلم انت بتعمل ايه ويروح ينفذه. مم. المشكلة ان انت بتطلب من بياع حديث التخرج ولسه اول مرة يشتغل، او حد اشتغل سنتين ثلاثة، ان هو يحط لك استراتيجية كاملة للمبيعات، وهو بيلاقي نفسه ظهره للحيطة هو مضطر يعمل بيظلمه الكلام اكتر ده. منه بيساعده يعني. بالظبط. مم. فبالتالي
مش هيحقق حاجه. واعتقد ده من الاسباب اللي تخلي ان التيرن اوفر يبقى عالي. بالظبط، ده الجانب المظلم في ما انا الموضوع. جاي لك، ما هو هيحصل حاجه بقى من الاثنين. ما هو يا اما الراجل ده هيفضل قاعد في الشركه فهو نفسه هيتخنق وهيلاقي نفسه ما بيبيعش فهيروح يشوف حاله في حته تانية، صح. يا اما الانيل ان الاونر في الاخر يقول لك والله يرفضه، يقول لك ما ما بعليش، بعد ده ده فاشل. وحش. وللاسف في اونرز تروماتايزد، يعني اللي هو يجي يقول لك بيبقوا صادقين جدا، اللي هو بيقعد يشتكي جدا 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 من البياعين واللي عملوه فيه. ما تقعد تتكلم معاه، لا ما هو حضرتك انت حطيتهم على اول طريق الفشل، انت صح. ما اديتلوش اي حاجه خالص يبيع بيها. مهم. تمام. وكل واحد بقى بيبص للموضوع بقى من وجهه نظر، ان والله انا مديله ماركتنج ماتيريال زي الفل، والله انا عامل له كومباني بروفايل ومكلفه وجايب ديزاينر عامله له مخصوص. يا عم الحاج هي مش جايب ديزاين ومش يعني واللي يجي يقول لك والله ده انا ساعدته وقلت له بيعي لاي حد، الجمله اللي نفسي تنتهي، نفسي ما اسمعهاش تاني. يبيع في اي لاي شركه باي بزنس سايز في اي بلد في اي اندستري. لو تخيل انت كده، انا جاي اقول لك انت متارجت بتاع 2 مليون شركه، هات لي اي واحده فيهم. لما بتوزع السكوب جدا انت مفيش حاجه بتحصل. مفيش حاجه تحصل. صح. توصل لايه؟ صح. هي دي، ما دي تاخدنا بقى اللي هو يعني تو كونكلود الايديا بتاعت سواء بقى الاوبريشن او تحديدا السيلز، انها اوبريشن. في ادوات لازم البيزنسز او البيزنس اونرز يوفروها للبائعين، وفي تكنيكس مختلفه للبيع. ولو انت بتعرف تبيع لاصحابك، مش شرط ان انت تعرف تبيع اللي مش صحابك، انت نفسك يعني، من غير بقى ما نجيب حد ونظلمه ونقول ان هو فاشل ما بيعرفش يبيع. لان البروسيس هنا غير هنا. وفي حاجه اسمها بروسيس يا جماعه بالمناسبه في السيلز. وفي حاجه اسمها ان السيلز سايكل او البروسيس بتاع السيلز بيقوم بيها كذا شخص. يعني الشخص الدور اوبنر او اللي بيعمل بروسبكتنج، اللي هو بقى بيدور على الداتابيز، لو انت مش تديها له وخايف على الداتابيز بتاعتك، هو اكيد مش هيبقى نفس البني ادم اللي هيروح يقفل البيعه. او اكيد صح. مش نفس البني ادم اللي هيروح يقابل العميل بقى، سواء في زوم كال او هيروح يقابله على الارض وهكذا. بالظبط. الشخص اللي ممكن يعمل كده ده اللي يقدر يعمل الاوبريشن كلها على بعض، هتلاقي الشخص ده عنده 10 سنين خبره، مش مم. بيشتغل في اي حاجه. ده فريلانسر بقى او مش لا مش كونسلتنت يعني. فريلانسر بس، ده هتلاقيه في كوربريت تقيله عارفه هي بتعمل ايه. اوكي. فهو هيبقى شغال هناك علشان هو بالنسبه له انا عارف انت اللي هو ابويا ما صرفش عليا وانا مع يعني. هو في ايفنتشلي اللي بيكمل مم. تمام هيوصل مم. وهيبقى بياع محترم جدا. تمام. الشركه اللي هتيجي تعرض عليه هو اصلا مش هيقدر يشتغل فيه. صح. فهو للاسف انه اي بقى عنده خبره هيعرف يفلتر الشركات دي كويس جدا. مهم. فهو صح. بيلبس في يعني في الحد اللي هو ممكن يكون باع كويس قوي في الشركه اللي فاتت، بس هو اكسكيوتر لسه مم. ما عندوش حته بقى بتاعت الاستراتيجي انه يعمل كل حاجه من فوق. مم. ولو جيت تجيب الراجل الكبير ده في شركه صغيره او شركه لسه ناشئه يقول لك هات لي تيم. صح. طبعا المشكله الاكبر اللي بتواجهنا ان انت هتلاقي ان البيزنس اونر ده جاي يقول لي لا وانت هتاخد الرقم ده كله وعايز تيم. مم. ما هو انا يعني اه. يعني تخيل كده ان انت دلوقتي جيت في اوبريشن مثلا مطبخ عشان احنا بنحب المطابخ. تخيل انت جبت شيف وتقول خش اطبخ. مم. اطبخ ايه؟ اي حاجه. انا بسهل عليك، انا عايزك تعمل اللي هو اكله تعجبني. السؤال الوحش اللي هو اي ام او اي زوجه بتسال جوزها هتاكل ايه النهارده، اي حاجه، ده سؤال بيعذبها اي نفسيا. حاجه والله. نفس الفكره. والله اي حاجه مم. انا طلب واحد بس، الاكله تعجبني. اوكي. اعمل لك مكرونه مكرونه وبانيه، ما باكلش البانيه. اعمل لي مش طب عملت لك رز وملوخيه، ما باكلش الرز. مم. طب قصص. والانيل بقى ان هو انت تخش المطبخ تعمل لي اكل مش عارف الحاجه اللي هتستخدمها ايه، مم. ما فيش حلل وما فيش اصلا اكل في الثلاجه، صح. ومش عارف الفندرز او هتنزل تجيب السوبر حاجاتك ماركت فين، منين؟ صح. ومش عارف مين اللي هياكل. لا عايز دوشه ايه؟ كتير. اوكي. فهي تكونكلود الموضوع ان هي فكره ان زي ما انت كنت بتقول ان ان المطبخ اهم من الطبخه. وان احنا هدفنا كلنا ناكل، يعني سواء انت وانت بتعمل اكل عايز تاكل، بس في البيزنس كمان انت عايز تبيع، فالبيع هو اللي هيخلينا كلنا ناكل عيش ونكسب يعني، بالظبط. زي ما بيقولوا. فالديبيت ده كله يتلخص في ان انت تبص للموضوع من وجهة نظر المطبخ بالظبط. ده مثال واقعي وحقيقي جدا عارف على فكرة اطبخ ان يا انت جاري اكلف يا تكلف سيدي. يا سيدي. بس ماشي، بس خلي بالك في ناس تاخدها بشكل سلبي. يعني هو اطبخي يا جاري اكلف يا سيدي، ولكن في اللي هو المثل بقى المقابل، اللي هو الشاطرة تغزل برجل حمار او حاجات زي كده. بس اغزل انت الاتنين، بقى. الاتنين يلتقوا مع بعض في الاخر.
يعني انا شايف ان المثالين دول مكملين جدا لبعض. انت لازم برضو تديله، مش لازم تديله 100%، بس تديله حاجه يبدا بيها. مش لو انا عندي داتا بيز مش هديها لك يعني، ده هو مشكله ده مشكله كارثه يعني. مشكله الاونرز ان هم بيبصوا للموضوع من الاول خالص انه انا اوريدي اديتك سالري. سحر بقى يعني اتصرف. اديك مرتب يا ابني. فانت مش تاخد فلوس اخر الشهر او حللها بقى. تشقلب بقى وتيجي حتى يعني عارف انت لما تيجي تتكلم مع الناس دي بالراحه. والمشكله برضو ان هو بيتكلم مع بيان ما يعرفش يوصل له وجهه نظره. اوكي. تمام. او غالبا بيبقى بيتكلم في انترفيو فهو مش عايز يلبخ. تمام. اوكي. بس لما يجي يقعد معايا بقى او يجي يقعد مع يعني معايا فلو تاخده بالراحه كده لو تيجي تقول التارجت بتاعك كام يقول لك التارجت بتاعي مليون جنيه وبتدي الراجل ده كام بديله 5000 جنيه في الشهر. طب انت شفت حاجه في الدنيا الار اي بتاعها بالمنظر ده؟ مهم. يعني هل انت شفت قبل كده ان انت وانت هتدفع مليون واحد جنيه في الشهر يعني، انت ايه هتديله 5000 جنيه عايز يبيع لك مليون جنيه في الشهر مثلا. بتحصل؟ في ناس كده لا في الريل ستيت بيحصل تبيع لي مم. يونت في الشهر. اليونت دي مم. بكام؟ اقل يونت دلوقتي ب 5 مليون جنيه. مم. تمام. اصل انا فهو ياخد 5000 جنيه يعني. طب يا باشا هو الديفلوبر ده كان اكتع يعني مش عارف يجيب 100 واحد يدي كل واحد 5000 جنيه ويبيع كل واحد يبيع بمليون. مم. ف هنرجع طبعا ان هو ما بيبقاش حاطط تارجت حقيقي اصلا للبيع من الاول. هو بيبقى صح. عايز يجيب نص مليون وبيبقى عايز يجيب بيع كل 3 شهور بس ما بيقولوش ما عشان هي يوجع بطنه. ما هي المشكله. يعني المشكله تتلخص في ان هو بيحط تارجت غير منطقي، لان هو ما عندوش سيلز فوركاست صح، ما عندوش سيلز اوبريشن منطقيه، ومش عارف تفاصيل الموضوع بيحصل فيه حجم الهسل اللي بيحصل. ده حقيقي. وكتير من الناس ما بيبقاش اصلا عارف السيلز سايكل بتاخد وقت قد ايه. دي كارثه. او ما اه تبقاش ثابته، او بقى بيعات قليله، فهو بيعه خلصت في اسبوع وبيعه خلصت في سنه ونص. امم ودي من المشاكل اللي انا مثلا مريت بيها في شغل قبل كده، ان انا في ديل قفلته في سنه ونص حرفيا. اه فدي كارثه مأساة. وفي هي بيعه هي اتقفلت الفكره في فعلا في حاجه. اسبوعين. هي الفكره في حاجه بقى. الفكره ان انت لو يعني انه مش بتكلم عليك وارد انت تكون حصل لك نفس الموضوع. هل انت احنا عارف طب هي اتقفلت في سنه ونص ليه؟ هل انت عارف هي اتقفلت في اسبوعين ليه؟ وقتها هقول لك that was not documented. فردا على سؤالك، كنا لا يعني انا لو جبت حد بعديه عشان يعمل نفس الموضوع كنتش هعرف. بس كده. هل انت قفلت دي في اسبوعين شطاره ولا هي صدفه؟ لا صدفه طبعا. الكلاينت كان عنده نيد واضحه جدا، وكان عنده انفستور، وكان هو اللي اجبره يعمل الشغلانه عشان يفاليديت الانفستمنت. فهو البيعه كانت سخنه جدا يعني. بالظبط. فلو جيت سالتك على قصه السنه ونص هتلاقي قصه تانية. فهي بقى طبعا. الفكره ان انت هل انت بقى طلعت في الاخر بحاجه؟ لو انت جبت بياع تعرف تقول له احنا عملنا دي كده وعملنا دي كده وعملنا دي كده فاعمل 1 2 3 علشان نجيب من دي اكتر. ما مش كل الناس بقى بتعمل ده. بالظبط. هي دوكيومنتيشن، انت بروسس دوكيومنتيشن علشان تقدر تيفالويت الموضوع، تاخد فيه انسايتس وفيه داتا زي ما انت قلت، عشان في انبوتس اديها للراجل يعرف يبيع بيها، وكلنا نتبسط. في بالظبط. الاخر كلنا لازم نكسب. بالظبط. فهي بقى هي تتلخص بقى في النقطه دي في الاخر انه معظم البياعين ما بيلاقوش الكلام ده خالص في الشركات. الدنيا بتفرقع، يا بيمشوا بقى، يا بيحبطوا، يا بيغيروا الكارير اصلا، حاجات هيمشي. كتير. والله تفاصيل مهمة وكتير اعتقد. وضحت نقط كتير. دي كانت يعني ممكن في قصة تانية ريليتد بالموضوع ده، اللي هو فكرة ان انا هعمل كل حاجة. دي من الغلطات اللي البيزنس اونرز بيقعوا فيها، واعتقد انت وقعت فيها وانا وقعت فيها اول ما بدأنا. فانا فاكر حادثة كان ليه قصه حصلت لي في يعني، الموضوع. حادثة رهيبة يعني، ممكن ابقى احكي لك عليها يعني بعدين. قعدت بس 4 ساعات اصور، وخلصت ومبسوط جدا بقى، وعارف بقى الدولارات بقى والجنيهات بتلعب في دماغي ده كان اول حاجه بدور عليها، وسؤال بسال نفسي فيه ليه مين اهم حد المفروض استعين بيه. ان انت لو بنيت بيزنس او بدات مشروع من منطلق ان انت هتعمل كل حاجه بنفسك، طب لو تعبت، طب لو حصلت اي ظروف منعتك ان انت تنزل الشغل النهارده، تلاقي الراجل يجي يقول لك فخور قوي انه لما بيقعد في البيت ولا لما بيريح الدنيا بتقع. ما ده غلط. ما دي فكره الفاميلي بيزنس بتاعت زمان.